السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب الكل يكون بخير وصحة وعافية، آمين يا رب العالمين. معكم اليوم قصة جديدة، إن شاء الله إنكم الواحد لما يجي ينام يقرأ المعوذتين وسورة الكرسي ويمسح جزء ما المستطاع من جسمه علشان ينام بسلام من غير كوابيس. معاكم اليوم قصة محمد اللي صحي على كابوس بنص الليل. ويلا نسمع القصة. أول شي بنصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صحيت من النوم الساعة 2 بالليل، مش على صوت ولا حركة، لكن بسبب كابوس صحاني من عز النوم اللي أنا كنت فيه. قلبي كان بدق بسرعة وجسمي كان كله عرقان بشكل مش طبيعي، كأني بجري من ساعات. شفت في حلمي راجل بيطعن بنت في ميدان قريب من بيتنا. كان بيغرز سكينة فيها مرة واتنين وتلاتة لحد ما ماتت، لحد ما وقعت على الأرض. لما رفع راسه وبصلي حسيت برعشة في جسمي كله، كأني شايف قدامي بجد، مش حلم ولا حتى كابوس. ما كانش بني آدم، كان حاجة تانية، شيطان متخفي بجسم إنسان على شكل إنسان. الخوف قبض لي قلبي. أنا شفته، أنا متأكد منه. اللي خوفني مش شكله، لكن نظراته كانت بيقول لي أنت مشارك معايا باللي بيحصل ده، أنت شريكي في الجريمة. ما كنتش قادر أنام تاني يوم. لما جيت الساعة 5 الصبح قررت أني أقوم أبدأ يومي من جديد، أصلي الصبح وأمشي على شغلي. فجأة سمعت بصوت الإسعاف جاي من ناحية الميدان. حسيت برعشة بظهري ونزلت أجري، بس من غير ما أغير حتى هدومي. نزلت بالبيجامة اللي كنت لابسها. وقلبي كان حاسس إنه في خطر حاصل. ووصلت هناك ولقيت ناس متجمعة، والجريمة حصلت بالضبط زي ما أنا شفتها في الحلم اللي قلت لكم عليه. نفس الطريقة، نفس التفاصيل، ونفس الغرزات اللي بجسم البنت. نفس المكان، مفيش أي شهود، والشرطة تايهة مش عارفة تعمل إيه، ولا عارفة تحل المشكلة دي إزاي. حاولت أكمل يومي عادي، لكن عقلي كان مشغول بالكابوس اللي بقى حقيقة. تاني يوم صحيت عليه بالليل غصب عني من كتر التفكير. رحت في النوم، نمت، ولكن كان مستنيني هناك نفس السيناريو، لكن في مكان مختلف، وبنتي تانية، والمجرم هو نفس الشكل، نفس كل حاجة. بس المرة دي كان بيبصلي بحقد، كأنه عارف إني بدأت أفهم اللي بيحصل. صحيت بفزع، شغلت الراديو، لقيت الخبر متكرر، جريمة نفس الطريقة، المجرم طعن البنت 3 طعنات وانتقلت إلى رحمة الله تعالى بنفس الوقت. عدت 3 أيام وأنا مش بشوف أي حاجة. افتكرت إن الموضوع خلاص انتهى على كده، لكن في الليلة الرابعة الحلم رجع، وكان أبشع من أي مرة قبل كده. المجرم بقى عنيف أكتر، والدم في كل حتة. والمرة دي هو بيبصلي، كان في عيونه مليانة كراهية وغل، كأنه بيتهمني إني أنا اللي ببعته يقتل البنات دول، والمشكلة بالنسبة له هو أنا مش البنات. ما كانش قدامي حل غير إني أدور على حد بيفهم باللي بيحصل ده قدامي كل ليلة. حد قال لي إنه في ست كبيرة بتفهم في الحاجات دي، ورحت لها وحكيت لها اللي بيحصل لي كله بالتركيز. ركزت معايا بكل حرف بقوله، كانت بتتابعني بكل دقة واحترام. انت مش بتحلم، ده انت بتشوف حاجات اللي بتحصل قبلها بلحظات. كتبت لي عنوان حدي بالكنيسة، كنيسة قديمة، وقالت لي إن هناك حتلاقي شخص بيساعدك وحيساعدك بكل حب. رحت للكنيسة وقابلت الكاهن، رجل عجوز عيونه فيها حاجة غريبة، كأنه عرفني من زمان. حكيت له كل حاجة بالتفصيل الممل. هو قعد يسمعني بهدوء حتى لما خلصت. بعد ما خلصت قال لي أنت مش لوحدك، في ناس ربنا بيختارهم عشان يعملوا الشر، والشياطين بتساعدهم، وناس تانية ربنا بيساعدهم إنهم يكشفوا الشر، ومشكلتك إنك بتشوف متأخر، بس ده مش معنى إنك ما فيش حاجة تقدر تعملها. اداني سلسلة وقال لي ما تخلعهاش أبدا، ووصاني إني أستحمى بأعشاب معينة كل ليلة قبل لما أروح أنام. قال لي بتستعمل الأعشاب المعينة دي وتستحمى بيها،
وإن شاء الله حتنام نوم هادئ. في ليلة اللي بعدها شفت تاني، لكن لما صحيت ما ارتعشتش ولا خفت، وما رحتش للشرطة ورحتي للكاهن علشان أنا رحت الكاهن علشان أقول له أعمل إيه. خدني الكاهن للقسم الشرطة وقال لي نحكي كل حاجة حصلت معاك، كل حاجة. الغريب إن رئيس المباحث كان عارف كويس، ووصفت لهم المكان اللي حلمت بيه وحطوا فيه مراقبة. بعد 3 ليالي قبضوا على القاتل المتلبس، قبضوا على القاتل متلبس بالجريمة. الخبر انتشر والناس بدأت تتكلم عن المخبر السري بتاع الشرطة اللي ساعد في القبض على القاتل والمتسلل. لكن بالنسبة لي دي ما كانتش بطولة، أنا كنت عايش بلعنة كبيرة. أنا كنت مرعوب وهم كانوا بيقولوا علي البطل المتخفي. في اليوم اللي بعده رجعت للكنيسة عشان أشكر الكاهن ورجع له السلسلة، لكن الكاهن رفض وقال لي ما تخلعهاش يا ابني، الشياطين مش حتسيبك في حالك، ينتهزوا أي فرصة وحيدبروك. من ساعتها والكوابيس بطلت تزورني، لكن في بعض الليالي لما بقفل عينيا بحس إن الشيطان لسه هناك بيبص لي بحقد، أنت سلمتني للشرطة ليه؟ مستني الفرصة اللي ينتقم مني فيها، مستني أي فرصة علشان ينتقم مني بس أني أخلع السلسلة. قال لي الكاهن اوعى تخلعها، أنا حطيت لك فيها آيات وحطيت لك فيها أقصد معوذات، أقصد حط له فيها أي شيء يحميه، أنا مش عارفة هي إيه، بس المهم إنه ما خلعهاش. من يوميتها بطلت الكوابيس تيجي لهذاك الرجل وعاش بسلام، والشيطان منتهز أي فرصة بس عشان يمسك له أي شغلة. هاي كانت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استمتعتوا بيها وأتمنى تكونوا مبسوطين وبخير وصحة إن شاء الله. كانت معكم ريتا جمال، بحبكم بالله، لا تنسوني من دعوة حلوة منكم، الله يفرجها علينا وعليكم. إن شاء الله بنلتقي قصة تانية تكون أحلى وأحلى وأحلى، ألاقي عليها تفاعل كتير 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 يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم ريتا جمال، بحبكم بالله، لا تنسوني من دعوة حلوة منكم. سلام.